ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ طبعا احنا شايفين البرطمانات وعايزين نعرف البرطمانات دي بتاعت ايه. تعالى اقول لكم البرطمانات دي بتاعت ايه، بس اللي اول مره يشوف قناتي يا ريت يشجعني ويعمل لي لايك. انا هنا كنت بخزن التوم فقلت هعمله معاكم. إيه، انا معايا هنا 15 كيلو توم. طبعا انا قطع العروق بتاعتها، لان كده كده انا ما بستعملش العروق بتاعتها، مش بستفاد منها في حاجه. فقلت عشان ما بهدلش الدنيا هقطعها. قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي بقى اشيل الورقة اللي هي الخارجية اللي بره دي، اللي عليها كلها طين او مش نظيفة. تمام. هشيلها بالطينة اللي هي في النص دي. هعمل التوم كله بالشكل ده كده. شايفين انا بقشر التوم ازاي؟ اولا الحركة دي هتسهل عليا جدا وانا بفصص التوم، والتوم هيبقى معايا نضيف ومش هيجراله اي حاجة ومش هيشيل اي تراب. تمام. وتاني حاجة هكسب وقت بسرعة، يعني هبقى بفصص التوم بسرعة. تمام. زي ما انتوا شايفين الشكل ده كده. كده انا بفصصه خالص، بشيل كل الورق الخارجي كله من بره. نضفته من بره كلته بالشكل ده كده. هخلص كل الكمية دي بقى، وهبتدي بعد كده. كده انا خلاص خلصته. التوم كله اتنضف بس زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. الكمية اللي كانت موجودة كلها، اللي كانت موجودة دي كانت 15 كيلو. تمام. هبتدي بقى امسك التوم افصصه. هنفصصه ازاي؟ انا بفصص التوم. بشيل القشرة الخارجية بتاعته اللي هي السميكة قوي دي، وبقطع العنقود الاصفر اللي فوق ده، لانه ممكن يدي لون اصفر للتوم لما يجي يتفرم. تمام. برضو العنقود اللي هو اللي فيه عنقود كده خشب ناشف في قلب التومة في النص، ده لازم نشيله عشان ممكن يكسر لنا الكبة او يكسر لنا سكينة الكبة، فهو ملهوش لازمة خالص ان هو يتحط وسط التوم. لازم نشيله. كده انا هنا فصصت التوم كله، ودي الكمية اللي طلعت من التوم. خلاص. هبتدي بقى افرمه. تعالوا نشوف احنا هنفرمه مع بعض ازاي. انا لما باجي افرم الثوم بحط له مكونين فقط لا غير. بحط ملح وبحط خل. بحط الملح والخل. الخل بيحافظ على لونه، ما بيغيرش. وبرضو الخل بيعتبر مادة حافظة. فانا هنا حطيت الكمية اللي انا عايزاها في قلب الكبة بالشكل ده كده. هنا من غير اي اضافات، ولا حطيت لسه ملح ولا حطيت خل. انا بحطهم في الاخر خالص، علشان الملح ممكن بينعم التومة وبيخليها تنزل كل السوائل اللي موجودة جواها، وانا مش عايزة كده. انا هنا كده ضربت اول ضربة، وبنزل من الجناب لان طبعا التوم بيطلع في جنب الكبة. تمام. فنزلت من الجناب وبرجع اضرب تاني لغاية ما اوصل لدرجة النعومية اللي انا عايزاها. انا كده بشوفها اللي انا عايزاها ولا لا. فقلت خلاص كده هبتدي بس احط الملح عشان يتقلب مرة واحدة. يعني انا بحط الملح في الوقت ده عشان اما اجي اضرب الكبة تاني، يبقى يعني الملح يتقلب مرة واحدة في الكبة بدل ما اقلبه بايدي، فبديله ضربة كده واقلبه بمعلقتين خل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. كده خلاص بقى جاهز. طبعا انا بحطه في برطمانات ازاز. ما تستغربوش من البرطمانات الازاز، لان هي ما بتفرقعش ولا بيجرى لها اي حاجه. انا بخزنه من السنه للسنه في البرطمان الازاز في قلب الفريزر، مفيش فيه اي مشكله خالص. بس اهم شيء البرطمان يكون نظيف وناشف، مفيش جواه اي ميه. كده انا هبتدي املى البرطمان، وبحاول اسيب جواه فراغات، يعني ما كبست البرطمان قوي. كده هو كمان هيحتاج تاني كمان لسه توم. وكل برطمان بملاه بحطه على طول في قلب الفريزر، ما بسيبهوش وقت بره.
وطبعا وانا بملى البرطمانات ما بحاولش ان انا املاها للاخر خالص، لان التوم حامي، فانا مش عايزه التوم يلامس الغطا بتاع البرطمان، علشان ما يعملش تفاعل بينه وبين الغطا بتاع البرطمان. انا كده برضو بكمل الفرن اهوت، وبنفس الطريقه وهكمل ملي البرطمان الاولاني ده. انا كده مش ملياه للاخر خالص، وقفلته ودخلته، وده الكميه اللي طلعت لي من البرطمانات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لي لايك وسبسكرايب.